البانيه من الأكلات اللي ليها عشاق كتير مفيش كلام. هنعمله النهاردة بطريقة وطعم روعة. هنسمي الله وهجيب معايا كيلو الا ربع كده من البانيه وهقطعه كده شرايح بالطول. أهم حاجة بس وأنا بقطع قطع الفراخ أخلي فيها سمك كده عشان لما أقليها ما تنشفش، لما نقليها كده يبقى فيها لحمة معانا. قطعتهم كده كلهم بالشكل ده وحطيت عليهم التوابل هكتبها لكم كلها، وبيضة ومعلقتين خل وعصير مية بصلة وثلاث معالق كبار عصير ليمون وزبدية. زبدية هتفرق قوي في طعم وطراوة الفراخ. تبلتهم كده وحطيت عليهم معلقتين كبار من الكاتشب وهسيبهم كده في التتبيله دي ساعه. جبت طبق حطيت فيه فيجيتار من عند العطار وكريسبي وبقسماط. قلبتهم كده مع بعض وحطيت الفراخ كده في الخلطه دي. ممكن كمان فيجيتار وكريسبي بس مش لازم بقسماط ناعم، بس انا كده بحس ان طعمها احلى. سخنت الزيت كده على حراره وسط وحطيت الفراخ لحد ما خدت لون دهبي معايا وخلصت معايا بالشكل ده. شكلها حلو قوي، طعمها احلى. جربوها واكتبوا لي رايكم في التعليقات. شايفين لونها دهبي